مرتضى منصور عرف منين ان ده اللي هيحصل وان القضيه مش هتتاجل؟ انا شخصيا كنت قاعد بضرب كف على كف واقول يا ترى كلام المستشار مرتضى منصور هيطلع حقيقي زي معظم المرات اللي بيتنبأ فيها بحاجات انها هتحصل، ولا المره دي هتبقى يعني بلغه الكوره هتطلع اوت؟ ما طلعتش اوت ودخلت في المقص. برحب بالمستشار مرتضى منصور القانوني والسياسي البارز وعضو مجلس الشعب السابق. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ اسامه. ويمكن احنا لما اتكلمنا مع بعض تعرف انا كنت مسافر، ويمكن ما احبش حد يزهق مني يعني، لان كان في حلقه في قناه التحرير وانا شاكر لحضرتك. فانا جيت عشانك، عشان احنا عملنا قبل كده يمكن لقاء على سلم دار القضاء العالي. وكان في ازمه مشتعله بين القضاه والمحامين، وكانت ازمه كبيره، ويمكن انت سجلت معايا. وعشان امانتك الجزء اللي التلفزيون الحكومي ما رضيش ينزله انت نزلته كله على المواقع. فانا بقول للمشاهدين بس انا بعتذر ان انتوا شفتوني امبارح وشفتوني النهارده، انا بس جاي عشان اسامه وعشان مشاهدين القاهره والناس. انا قلت انا شفت رؤيه على فكره فعلا. رؤيه جزئين. الجزء الاول انه مستشار طلعت ابراهيم اخر يوم ليه هيكون يوم السبت اللي فات ده، وهو اخر يوم ليه، سيبك بقى انه يقعد والكلام ده. كانك بالظبط الناس كانت تروح تنتخب ايام الحزب الوطني مثلا مرتضى، ولكن الصندوق يطلع بركه علي اسماعيل، دي قضيه ثانيه، لكن الناس انتخبت مرتضى. والجزء الثاني ان الدكتور محمد مرسي مش هيكمل مدته. لكن خلينا نتكلم في القانون، يعني سيبك من الرؤى والاحلام، لكن خلينا نتكلم في القانون. قانون السلطه القضائيه واضح. الماده 67 من قانون السلطه القضائيه بتقول لا يجوز عزل مساعد النيابه. فوكيل النيابه، فوكيل اول، فرئيس نيابه، فمحامي عام، فمحامي عام اول، فنائب عام مساعد، فنائب عام. يعني مع احترامي طبعا لمساعدين النيابه، لكن مساعد النيابه ده اللي بيبقى انت عارف اول التدرج هو معاون النيابه، او اعمل مسابقه اخد بعض المحامين او من ناس من الهيئات زي مثلا قضايا الدوله زملائنا ويخشوا مساعد نيابه. فاذا كنت ما اقدرش اعزل مساعد نيابه بالنائب العام. ادي واحد. قانون السلطه القضائيه من القوانين المكمله للدستور، يعني لا يجوز ان انا اعدل نص فيها الا اذا عرضتها على مجلس الشورى ثم مجلس الشعب اصدر القانون. ده قانون من القوانين المعدله المكمله للدستور. تقول لي بقى اصل صدر اعلان دستوري هنتكلم فيه دلوقتي. هو والعدم سواء. ده رقم واحد. رقم اتنين، شوف انا كنت متوقع المستشار عم يوريك بقى مدى ان القضاء ده عادل ومحدش يعرف يخترقه. كان في جلسه، هو الحكم اعتقد صدر يوم الثلاث، حكم بتاع يوم السبت اسف. كان في جلسه يوم الثلاث قبليها. فانا رحت المحكمه فقابلت المستشار عم مجيد محمود قاعد منتظر في مكتب المستشار طه شاهين مدير المكتب الفني لرسائل رئيس محكمه السياسه في القاهره، وقاعد خايف من الحكم. هو خايف والله العظيم. يعني ده اللي خلاني كمان سيبك ان انا كنت راجل قضا وقعدت سنوات طويله من عمري في القضا، وحبي القضا ده شيء يعني جوه في دمي. تتاكد ان مفيش تواصل بينه وبين القاضي. قاعد انا بقول انا رحت قعدت يعني دخلت طه شاهين وقعدت مع مستشار مجيد محمود، مش عارف الحكم وخايف الحكم يبقى ضده. زي بالظبط اي مواطن عادي منتظر حكم بيقف قدام، بس لانه طبعا هو رئيس، انت عارف لما عزله فعاد الى مكانه رئيس بمحكمه السياسه في القاهره، فقعد في مكتب السيد المستشار طه، لا هو طه شاهين عارف الحكم ولا عم مجيد بيه محمود عارف الحكم. وبعدين انا يعني قعدت معاه اتكلمنا شويه وفي الاحداث اللي بتحصل ووجود النائب العام، وانا كنت يمكن بعد ما سبت رحت قعدت مع النائب العام اللي هو المستشار طلعت ابراهيم بعض الوقت، ثم التقيت بالمستشار احمد الزند. المستشار احمد الزند برضه رئيس نادي القضاء ولا عنده اي معلومات عن الحكم، وخايف للحكم يصدر ضد المستشار عم مجيد محمود. ايه اللي كان ممكن يبقى ضده في الموضوع؟ ان هو يرفض القضيه تترفض وخلاص، يعني ويبقى الوضع على ما هو عليه. اصل القضيه ما كانتش قضيه شخصيه، هو ليه انا مهتم وغيري مهتم. ده استقلال للقضاء. اكيد. المستشار عم مجيد محمود اكتر بني ادم عمل معاه خصومات في تاريخه انا، لدرجه ان انا وهو وصلنا المحكمه الدستوريه العليا في قرار من قراراتي، وصلنا المحكمه رفعت عليه دعوه، هو رفع عليا دعوه عدم اعتداد بحكم في محكمه عابدين، وصلنا ورفع عليه قضيه في القضاء الاداري، انا كسبته في اول درجه وكسبته في ثاني درجه، والمحكمه ودتها للدستوريه العليا. انت بتدافع عن استقلال قضاء
انت لا تدافع عن مجيد محمود. عشان كده البعض اللي بيقول لك ايه، لا ده سيء وده اسوأ، عايز اقول لهم بطلوا بقى هذه مسألة مبدأ. هذه مراهقه سياسيه. ابعدوا السياسه عن استقلال القاده. هي مش بس سياسه يا استاذ المستشار، يعني اللي انا شايفه ان في ناس عمال يقول لك انه لانه مع التيار المؤيد للرئيس فهو شايف ان المستشار طلعت عبد الله هو المثال اننا لازم كلنا نقف وراه، واللي مناهض للرئيس يعني بيؤيد المستشار عبد المجيد محمود سواء عاجبه او مش عاجبه، لكن قلبت اهلي وزمالك. برافو عليك. ودي آفة بعض من شعبنا، ان النهارده لو فلان الفلاني متخانق مع مرتضى وانا بحب مرتضى، اروح فلان ده اخده واجيبه الارض وانا مش بينه اي مشكله. ده اللي حصل بالظبط. ارجع بقى لقانون السلطه القضائيه. نعم. احنا قلنا الماده 67 بتمنع العزل. في ناس بتقول هو ليه المحكمه ما قالتش المستشار مجيد محمود يرجع وقالت ان المستشار طلعت ابراهيم هو اللي يمشي؟ لانه لما صدر الاعلان الدستوري تاني يوم صدر قرار بتعيين المستشار طلعت ابراهيم نائب عام، فالطعن على قرار التعيين وليس على قرار العزل، لانه لم يصدر قرار بعزل المستشار عبد المجيد محمود. بس حيثيات الحكم فيها عودة المستشار عبد المجيد محمود. تمام. هو بيتكلم في المنطوق. نعم. ليه ما قالش في المنطوق انه عودة المستشار عبد المجيد محمود؟ نعم. عشان كده احنا قلنا ايه، انتظر حيثيات الحكم لان الاسباب بتكمل المنطوق. تمام. فاحنا النهارده امام كارثة قضائية الذي صنعها السيد الرئيس محمد مرسي ومن حوله من المستشارين. لانه دكتور محمد مرسي لا يفهم في القانون، ما عندوش فكره عن القانون. مش مفروض انه ومش مفروض يفهم في القانون. الرئيس ملوش دعوه بيبقى عنده مستشارين قانونيين، لكن لازم يكون عنده مستشار قانوني. لو غلط مره واثنين يقول له لا شكرا، انت بتورطني امام شعبي في قرارات بتسيء ليا وبتسيء للبلد. بمعنى الرئيس محمد مرسي اول يوم جه عمل ايه؟ كان هناك حكم الدستوريه العليا وهي اعلى محكمه تنظر مدى شرعيه القوانين ومطابقتها للدستور. حكمت هذه المحكمه المحترمه بان قانون مجلس الشعب هذا القانون مخالف للدستور، ومن ثم فان وجود هذا المجلس هو مجلس باطل. اللي حضرتك قلته بقى في المقدمه ان انا تنبأت، انا طلعت مع السيده منى الحسيني في برنامج في احدى البرامج اول ما القانون طلع قبل الانتخابات، قلت لها مدام منى هذا القانون مصيره عدم الدستوريه، واي مجلس شعب هيتحل بعد شهرين ثلاثه. ليه؟ لانه اصل ده قانون. انت لما تيجي النهارده تقول 50% للاحزاب قايمه و50% للفردي، طب انا موافق. الاحزاب عندها امكانيات، عندها فلوس، عندها اعلام، عندها صحف، وانا فردي ما عنديش. وبعدين تقول لا التلتين للاحزاب والتلت للفردي، يبقى انت هنا ما سويتش بين المواطنين. يعني فلان الفلاني يبقى في قايمه تاخد تلتين القايمه، وانا فردي احارب معركه كبيره لوحدي، وبعدين في الاخر تاخد تلت من الناس دي. مفيش حقوق. ثم عملت ايه بقى؟ قلت كمان لا، وفي التلت بتاع الفردي ده القايمه يخش معاه. فعشان كده المحكمه حكمت. لكن لما المحكمه حكمت السيد وصدر حكم المحكمه بحل الدستوريه، اولا اتشتمت المحكمه الدستوريه العليا في سابقه لم تحدث في عز جبروت حسني مبارك. صدر حكمين على ما اعتقد او ثلاثه، وفي حكم في عصر السيد رئيس السادات، ومحدش شتم حد وحلوا المجلس. ادي واحد. اتنين، راح جاي السيد الرئيس عامل قرار باعاده المجلس. ازاي؟ يعني ازاي حضرتك اول يوم تيجي فيه في دوله القانون وانت بتقول انا دوله العدل، يعني دوله القانون، اول شيء بتعمله انك تهدر احكام المحاكم وتدوس على القانون بحذائك انت ومستشارينك. ثم لما الدنيا كلها بقى صارت، واخد بال حضرتك، تم حل المجلس. ادي رقم واحد. رقم اتنين، الضربه الثانيه لما عمل اعلان دستوري حصن قراراته.